يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى اخوات واحلى متابعين. ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ راجعين لكم النهارده بفيديو جديد من نوعه على قناتي. طبعا ده حاجه اول مره انا اعملها، يعني مش عارفه انتوا كلكم عارفينه ولا لا. طبعا ده احنا عارفينه، ده السمك المعتاد بتاعنا، السمك البلطي اللي احنا كلنا عارفين. لكن ده ايه؟ ده قراميط. بصراحه يا بنات انا مش من محب القراميط خالص. هتقولي طب جايباها ليه يا دود؟ عندي بسمله بتحب القراميط ومصياني بقى لها فتره جامده نفسي في قراميط يا ماما. ونزلت معايا السوق، شافت القراميط من هنا وقالت لا اقفي هنا يا ماما انا عايزه قراميط يا بنتي يهديكي رزقك. قالت لا انا بحبها. فجبت لها يلا عشان لما حد احوش. فزي ما انتم شايفين هي ما شاء الله لحمتها بيضة وجميلة وفيها لحمة ودسمة غير السمك يعني خالص. يعني هو نوع من الاسماك بيشيل لحم كويس، بس بصراحة انا ما بحبوش. تقولي لي ليه؟ اقولك ما اعرفش. مع ان مامتي بتحبه واختي بتحبه وبناتي بيحبوا كلهم الا انا. انا مقرفة شوية في اكلي فاعذروني. المهم زي ما انتم شايفين جبنا القراميط وذبحتها طبعا من فوق يا بنات، لازم اذبحها من عند الراس كده. وقطعتها وظبطتها وحطها في ليمون زي ما انتم شايفين. وقلنا بقى نجهز ايه على ما هي تتبل شويه في الليمون كده وكل الزفاره تنزل منه. اجهز التسبيكه بتاعه السمك واجهز الرز ونجهز كل حاجه واحنا واقفين مع بعض عشان نجهز غدانا على الوقت المظبوط. طبعا احنا عندنا الظهر يأذن تلاقي كله يجمع كده ويقولك فين الغدا. فيلا بينا نسمي الله. طبعا انا حطيت شويه زيت لما سخنوا معايا، وحطيت عليهم الملح بتاعهم وحطيت الميه عشان اعد الرز عشان يغلي عشان انزل فيه الرز الابيض. وهنا عملت بصلايه ورشيت عليها طبعا رشه ملح عشان خاطر الايه الريحه ما تملاش البيت. كفايه ريحه السمك، يعني النهارده تبقى ريحه جامده في البيت، سمك مقلي بقى وسمك مشوي يبقى ما شاء الله اللهم بارك. ونزلت بعصير الطماطم بتاعي زي ما انتم شايفين. وجهزت هنا معايا الدقيق والزيت اللي هقلي فيه السمك القراميط. زي ما انتم شايفين جبت بقى القراميط غسلتها وشطفتها شطفه حلوه من الليمون، وهبطنها كلها بالدقيق كده. وطبعا الزيت سخن في الفتره دي. هنزل بقى في الزيت بتاعي. احنا مش مكترين زيت يا بنات عشان احنا في فتره يعني الحمد لله الزيت مولع نار وكل حاجه مولعه نار. وبعد القليه دي احنا هنرمي الزيت مش هنستخدمه. طبعا انا بقالي فتره بحاول الم في ازازه زيت عشان اعمل معاك وصابون، بس ازازه الزيت مش راضيه تكمل. الزيت غالي واحنا بنوفر فيه جدا، فازازه الزيت مش هتكمل خالص يعني. وصلنا لنصها ان شاء الله، اول ما تكمل هعمل لكم الفيديو ده باذن الله. وهنا بطنت السمك بتاعي وهنزل فيه واحده واحده زي ما انتم شايفين. طبعا يا حبايب قلبي الحلوين اللي وصلت معايا لعندي هنا تحط اللايك، حطوا لايك من احلى اخوات واحلى متابعين. وانا بعتذر ان الفيديو جيب الطول لان بصراحه انا مش عارفه اجيب الطول ازاي، يعني انا بتهيالي انا اللي كنت بصور. فمش عارفه انا غلطت ومسكت التليفون بسطول ولا كانت بسبوسه واقفه جنبي بتصورني، والله يا بنات انا ما فاكره. بس انا بعتذر منكم لو كان التصوير جيب الطول في الحته دي. ان شاء الله مش هيحصل تاني. شايفين بنبطن السمكه. طبعا بسمله كانت طايره من الفرح في اليوم ده. هي بقى لها فتره كده عماله تقولي ما بحبش السمك، ما بتاكلش جميع انواع الاسماك، لا مقلي ولا مشوي ولا صواني ولا اي حاجه. لقيتها بتقول عايزه القراميط، فاتبسطت انها يعني طلبت طلب. ماشي يا ماما هعمل لك اللي انت عايزاه، نفسي تطلب وتاكل وانا هعمل لها اللي هي عايزاه. فكنت مبسوطه جدا ان البسمله فرحانه، وكانت فعلا البسمله فرحانه اليوم ده واكلت كويس وبألف هنا وشفا يا رب. يعني كانت مأمنة كويس هي واخواتها. وطبعا القراميط كانت طازه بتلعب زي ما انتم شايفين. كان نفسي اوريكم كل الفيديو كده من وانا في السوق وهي عماله تلعب كده قدام الراجل وتجري في السوق احنا نجري وراها. ورحت بقى سبت بسبوسه قلت لها كملي انت يا بسبوسه، طلعت لها كده حتتين الاول وسبتها ورحت شويت السمك. طبعا السمك بتاعي ده بقى انا من عشاق السمك المشوي يا جماعه. حطوني 24 ساعه اكل سمك مشوي مش هقول لكم لا. طول الاسبوع اكل سمك مشوي مش هقول لا بصراحه. جميل 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 من هنا 10 ايام جميل. وطلعنا القراميط زي ما انتم شايفينها برضو ما شاء الله جميله. والسمك المشوي بتاعنا والرز في الفترة دي كان استوى واتلدن. وهنعمل بقى طبق السلطة الجامد بتاعنا عشان طبعا الأسماك يعني سلطة. ونزلت بالدقة بتاعة السمك، أنا بضرب الدقة كلها في الخلاط وعملتها معاكم كتير قبل كده. دي عبارة عن فصين 3 توم مع الليمون وملح وفلفل وحبات طماطم. في عود كزبرة شبت بيبقى جميل جدا برضو. شايفين التسبيكة بتاعة السمك القراميط ما شاء الله احمرت والسباكت وجميلة. انا نزلت عليها بشويه ميه كده صغيرين عشان اعمل لي شوربه. شايفين محمر وجميل ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الف هنا وشفا لكل اللي كان منه. وجربوه على طريقه القراميط ده هتعجبكم جدا. طريقه سهله احلى من الصواني وجميله. طبعا الراس القرموط دي البنات عايزين يغتالوها. وجهزنا السفره بتاعتنا وكانت ما شاء الله اللهم بارك يا رب. زي ما انتم شايفين البنات قاعدين مستعدين كله مبسوط. النهارده عندنا قراميط الا ماما الوحيده اللي ما بتاكلهاش اللي هو انا طبعا. انا باكل سمك مشوي بس. قراميط
نيفر ايفر، كل انواع لا، بكل اللهجات، لا لا لا. بسبوسه قاعده ما شاء الله اللهم بارك، مستنيه ومبسوطه جدا تقول لكم اتفضلوا معانا. احلى يوم عندها النهارده، عندها قراميط يا جماعه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكتبوا لي احلى كومنت وتحطوا اللايك، واشوفكم على خير يا رب، احلى اخوات في الدنيا.